بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. احنا النهاردة هنتكلم عن أهم تقريبا حاجة في حياتنا، القرآن. المفروض إن احنا مبدئيا كده عايزين نلينك الأول الحلقة دي بالحلقات اللي فاتت، علشان احنا ماشيين بسيكونس كده عاجبني الصراحة. أنا حاسة إن احنا بدأنا الأول اتكلمنا عن الغفلة، اتكلمنا عن ازاي نقدر نطلع من الغفلة دي، وازاي ليه محتاجين نطلع من الغفلة دي. آم، وبعدين دخلنا في الجنة وهنوصل لإيه لو طلعنا وجاهدنا نفسنا. وبعدين بقى عايزين نعرف ازاي او هنستعين بإيه علشان نعمل كل ده، هنعمل ايه علشان نطلع من الغفلة، وهنعمل ايه عشان نوصل للجنة. فأول حاجة محتاجين نعملها، الأساس كله هو القرآن، إن احنا نبني علاقة بالقرآن. فهنعمل ده ازاي وهنعمل ده ليه وثرو ايه، وكل الأسئلة دي المفروض ان احنا هنتكلم عنها النهاردة. وعايزة برضو ريفلكت شوية على القصة اللي احنا بناخد الريفرنس منها، بناخد الأساس منها، هي اللي احنا قلناها قبل كده بتاعت قصة سيدنا آدم. آه، احنا قلنا ان سيدنا آدم خلق أصلا في الجنة، وبعدين بسبب لحظة غفلة ان هو نسي، نزل من الجنة. فاحنا قلنا ان أساسنا هو الجنة وان احنا عايزين نرجع لها. ودلوقتي بقى لما سيدنا آدم نزل الأرض، عايزين نعرف يعني حال سيدنا آدم كان إيه وهو في الأرض. مفيش حاجة، يعني مفيش حاجة تقول له هو مثلا هيعمل إيه أو هيعيش إزاي أو كده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة البقرة: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فربنا سبحانه وتعالى بيقول هنا إن هيأتينا هدى. الهدى ده ربنا هيبعته الأرض علشان احنا نستخدمه علشان نعيش اصلا. ففكرة ان القرآن بالنسبة لنا هو الهدى ده، كلام ربنا والوحي اللي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، والمنهج اللي احنا المفروض نتبعه. فانا حاسة ان هنا بيحصل فيه شيفت كده في المايند سيت، من فكرة ان القرآن ده حاجة احنا، كتاب احنا بنقراه في رمضان مثلا كله، بنحاول نختمه، او مثلا كل جمعة بنقرا سورة الكهف قراءة فقط، لان هو يبقى حاجة احنا محتاجين نفهمها، محتاجين نعرف المعاني اللي فيها، او نعرف المفاهيم اللي جواه اللي تخلينا نعيش حياتنا. يعني ايه اصلا مفهوم؟ يعني انا لما اجي اقرا الايات ابقى فاهمة المعنى اللي محتاج يوصل لي، مش فقط بقراه. ففكرة ان المعاني دي اصلا كفيلة انها تفهمنا ربنا عايزنا نعيش ازاي. دي حاجة اصلا زي مثلا مفتاح كده للحياة، اللي هو احنا ممكن يبقى معانا إجابة كل حاجة، احنا بس محتاجين نسعى ونوصل للمعاني اللي في القرآن. ففكرة ان هو القرآن ده الهدى اللي نزل من أول لحظة اللي سيدنا آدم نزل فيها الأرض، هي نفس القصة تقريبا. احنا عايشين دلوقتي نفس قصة سيدنا آدم. أول حاجة احنا عايزين نطلع من الغفلة ونرجع الجنة. وهنعمل ده ازاي؟ ان احنا نستخدم الهدى اللي ربنا بعته اللي هو القرآن. وآية تانية شبه دي قوي برضو، اللي في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعني القرآن سبحان الله، لو حد مش بيتبعه، مش ماشي بيه، حياته غصبا عنه هتبقى ضنك بيترجموها بالانجلش ميزربل. يعني احنا بنقعد نشوف ايه ده، احنا عايشين في تعاسة، احنا عايشين في حزن، في مشاكل كتير، مش عارف ايه، كل ده حزن حزن حزن. ما هو ده بسبب ان احنا مش بنتبع القرآن. ده حرفيا ربنا قاله لنا: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وبعد كده بقى ده في عقوبة في الآخرة. بس احنا في الدنيا دلوقتي احنا فاكرين ان إعراضنا عن القرآن عقوبته في الآخرة، بس هو عقوبته في الدنيا. طب ليه بقى أصلا؟ علشان هو أصلا القرآن، هو احنا بنفكر فيه ان هو عبادة، احنا مكسلين نعبد، مكسلين نقرا قرآن، تقيل على قلبنا. بس هو في الحقيقة هو فيه الحلول لكل مشاكلنا والهداية لكل حاجة.
في آية جميلة جدًا في سورة الإسراء، في واحدة شبهها في سورة الكهف، لإن معظم الناس عارفة اللي في سورة الكهف مش عارفين اللي في سورة الإسراء. اللي في سورة الإسراء: "ولقد صرّفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورًا." يعني القرآن ده ربنا صرّف، يعني نوّع في القرآن من كل مثل للناس كلّها، من كل مثل يعني من كل حال، فبنيجي في القرآن نلاقي الحل لكل مشكلة. وفي نفس أصلًا السورة في برضه الآية اللي هي: "وننزّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين." يعني سبحان الله القرآن ده يعني هو شفاء، هو دوا، فإحنا مش بناخده فنبقى عايشين في اكتئاب وحياتنا ضنك ونبقى متضايقين، مع إن ربنا مدّينا الإجابة على كل حاجة وكل مشاكل وكل الأسئلة ونعيش إزاي بالضبط عشان نبقى healthy أو صحيين، كل حاجة تبقى ماشية تمام وكده. فالإنسان بييجي في الآخر بيعرض عنه وهو نفسه يتأذي. وفي سورة الأنعام برضه آية جميلة أوي: "وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون." يعني ربنا عز وجل بيقول الكتاب ده نزل مبارك، يعني أنتم متخيلين إيه مبارك؟ يعني فيه بركة، يعني الكتاب ده حل كل المشاكل وبيشفي وكل حاجة تمام فيه وكمان بركة. فربنا بيقول لنا فاتبعوه بقى، ده أنا جايب لكم الحل، أنا جايب لكم منهج الحياة كله، فاتبعوه واتقوا يعني وخافوا بقى، يعني خافوا من إن أنتم تعملوا حاجة غلط أو ت أو ت ت ت تقهروا حد، تظلموا حد، تعملوا تفسدوا في الأرض لعلكم ترحمون. ف فإحنا بنعمل إيه؟ إحنا في الآخر بننسى أصلًا إن القرآن ده حاجة وبيبدأ يبقى تقيل على قلبنا، وكل ما بنبعد عنه كل ما بيتقل أكتر. وده أصلًا الشيطان بيplay a huge part فيه أو جزء كبير أوي من ده، لإن هو بالنسبة له هو عايز يخلّينا ما نقراش قرآن وما نفهمهوش عشان ده في مصلحته هو. فإحنا عايزين نبقى دايمًا واعيين إن حرفيًا هو في إجابات لكل حاجة، وهو الحاجة اللي هتدخّلنا الجنة حرفيًا. زي ما يارا قالت في الآخر إن ده هدف الشيطان، إن هو أصلا يغوينا ويبعدنا على قد ما يقدر إن إحنا أصلا نقرأ القرآن. يعني هو ممكن يشغلنا بأي حاجة بالمباحات عشان ما نعملش اللي ربنا أصلا عايزه. فربنا بيقول في سورة الزخرف بيقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. قرين يا جماعة يعني حد قريب منه جدا، ده البست فريند بتاعك في الدنيا. وده العقاب الأولاني لشخص ابتعد عن القرآن. وما يعش عن ذكر الرحمن اللي هو اللي مش عايز يفتكر أصلا، مش عايز أصلا يتأثر بالقرآن. بعدها في نفس السورة ربنا بيقول: وإنهم اللي هم الشياطين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يعني هم فاكرين هم تمام، هم ماشيين كده في الطريق صح، وفاكرين ان هم عادي. ايه المشكله؟ ما انا مش بقرا قران عادي والدنيا حلوه جدا معايا. ما هو ده العقاب، ما هي دي الفكره اصلا. انت مش حاسس ان انت مش متصل بربنا. القرآن ده اتصال بربنا. يعني حتى في مش فاكرة كان حديث أو يعني أثر تقريبا إن هو إيه، لو أنت عايز تكلم ربنا صلي، لو أنت عايز ربنا يكلمك اقرأ قرآن. هو القرآن كده فعلا كلام ربنا بيوصل لك. انت هتشوف ربنا اصلا ساعات كتير قوي بنبقى فاتحين القرآن ونحس ان في آية، ايه ده الآية دي بتكلمني انا، الآية دي هي الآية دي ازاي عرفت ان انا محتاجة اسمعها دلوقتي. فسبحان الله يعني ده الشيطان مش عايز ده، عشان الشيطان عارف كويس قوي قوي يا جماعة. هو الشيطان عنده فقه أولويات. يعني هو عارف ان القرآن ده طريق النجاة. لو انت قرأت قرآن، قرأت مش احنا ما دخلناش لا في حفظ ولا تدبر ولا بس نقرأ قرآن، ده لوحده بينجي. المشكلة إنه الناس في الآخر حطت أو إحنا يعني بنحط زي عقبات كتير أوي بيننا وبين القرآن، فبنلاقي بقى إنه حتى لمّا بنقراه مش بنتأثّر بيه. يعني هتلاقوا إنه إحنا في ناس كتير أوي لمّا بيقروا القرآن هو مبدئيًا هو ممكن يبقوا مش فاهمينه أصلًا، وممكن حتى لو فهموه هو مش بيلمسهم. فإحنا عايزين برضه يعني نexplore أو نستكشف أكتر إيه الموضوع ده. في آية إنه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعًا متصدعًا من خشية الله. الجبل اللي هو مش إحنا خالص، يعني الجبل ده إحنا ولا حاجة بالنسبة للجبل. الجبل ده حاجة ما نعرفش نزقه ونحركه ونهده، ما نعرفش نعمل فيه حاجة أصلًا خالص. فتخيلوا إن القرآن ده لو نزل على جبل يخلّيه خاشعًا متصدعًا، يعني بيتفكك وبيتكسر من نفسه من كتر خوف من خشية الله، من كتر ما هيأثّر في الجبل. وإحنا يعني بنبقى قلبنا أكنه حجر، يعني بسبب حاجات كتير أوي بنعملها أو بسبب الشيطان بيعمله
ما نتأثرش بيه خالص. انا حاسه ان الكلام ده عن الشيطان وكده بيرجع لنفس النقطه اللي احنا كنا برضو اتكلمنا فيها قبل كده. فكره ان الشيطان يعدكم الفقر، والشيطان آم، قاعد لنا. احنا قبل كده قلنا ان هو خلاص هو الفول تايم جوب بتاعت الشيطان هو ان هو يودينا في داهيه. فهي بنرجع للاساس برضو اللي هي سبحان الله. دايما بحس ان كل حاجه بتصب في الحته دي، ان احنا نازلين اصلا هنا، احنا دلوقتي عايشين للخلافه. يعني احنا خلفاء في الارض. والخلافه دي يعني هي زي جوب ديسكريبشن كده، واحنا محتاجين بقى نعرف احنا ايه الجوب ديسكريبشن بتاعنا. وده هنلاقيه فين؟ في القرآن. فازاي ممكن حد يبقى عنده شغلانة ومش عارف هو بيشتغل ايه؟ او مثلا حد يكليم تايتل ومش عارف التايتل ده او اللقب ده يعني صحابه بيعملوا ايه في حياتهم. فهو نفس الحاجة، يعني احنا سبحان الله كلنا مسلمين، وكلنا بنقول ان احنا مسلمين ويعني كلنا بنحاول نبقى مسلمين، بس احنا محتاجين نعرف اصلا يعني ايه ابقى مسلمه. يعني ايه؟ يعني المسلم ده بيبقى عايش ازاي؟ المسلم ده بيقول ايه، بيعمل ايه، بيتحرك ازاي، بيصحى ازاي، بينام ازاي. كل ده بنلاقي ان هو المنهج اللي هو القرآن اللي احنا بنرجع له. وفكرة ان هو مش يعني هو مش ده انا كويس ان انا بعمل كده، لا، هو this is your job description، اللي هو دي شغلانتك في الدنيا ان انت تعمل كده. هي مش حاجة اللي هو يعني رفاهية او حاجة زيادة بنعملها، لا، هو احنا المفروض نسعى ان احنا نتعلم القرآن، مش بس برضو نحفظه. يعني انا بحس برضو فكرة ان احنا آه يعني نحفظ القرآن وكده مهمة جدا، بس هو في الاول وفي الاخر الحفظ ده فضل. انما الواجب علينا هو ان احنا نتعلمه، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ما قالش حفظ القرآن وحفظ، لا، هو كده كده الحفظ مهم، ولكن احنا نتعلم المعاني اللي في القرآن ونفهمه علشان بس نعيش بيه. يعني هو اصلا في الاول وفي الاخر هو نازل ليه؟ مش عشان يتحفظ وخلاص، لا، هو نازل علشان نعرف هو ربنا عايزنا نعيش ازاي. تعرف ان في آية بالظبط بتقول اللي انت بتقوليه ده؟ في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يعني الكتاب ده أصلا هدفه إن هو ينزل علشان نتدبر فيه فنفهمه. نتدبر فيه اللي هو يعني يتدبر ده بيترجموها برضو ريفلكت، اللي هو يفكر ويشوف طب ده يتطبق، فيقول ده هيتطبق ازاي على حياتي، زي ما كانت منى بتقول اللي هو الآية دي بتكلمني، الآية دي مش عارفة بقى قالت لي ايه، او افتكرتها في الموقف ده. وليتذكر أولو الألباب، يعني علشان يبقى تذكرة دايما ليهم، بيعرفهم الصح وبيجايدهم، كل ما يضلوا شوية يرجعهم على الصراط المستقيم. أولو الألباب بقى دي هي حلوة قوي. أولو الألباب يعني اللي عندهم عقول، اللي بيفكر. فزي ما انت بتقولي بالظبط، انا محتاجة افهم القرآن ويعدي على مخي على عقلي وافهمه يعني استوعبه كويس عشان اعرف اطبقه، لاني هو ده منهجي، ده اللي انا هسأل عليه. تخيلي انت نيجي يوم القيامة بنسأل ربنا بيحكم بينا بقى واحنا اصلا ما قريناش المنهج وما فهمناهوش. فكرايسس. في برضو حديث حلو قوي، مش فاكرة صراحة مين اللي كان صحابي اللي قالوا، بس كان بيقول: كنا نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات، فما نعلم العشر التي بعدهن حتى نتعلم ما أنزل في هذه العشر من العمل. يعني هو احنا قاعدين العشر آيات دول احنا محتاجين نعمل ايه بقى؟ يعني هو الوحي نزل والآيات جت، اعمل ايه بقى؟ مش اللي هو انا حفظته وخلاص، او اللي هو قريتها وخلاص، لا، احنا كانوا الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيقعدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يفهموا العشر آيات دي عايزة مننا ايه. احنا جايين هنا، يلا قول لنا يا رسول الله هنعمل ايه. عارفين اللي هو لما حد يقول لك انا جبت لكم معلومة جديدة، او جبت لكم اللي هو عارفين الحماس بتاع لما حد بيبقى بيعمل ريسيرش ويلاقي سورس جديد، هو نفس الحاجة اللي هو طيب هنعمل ايه، هنتحرك ازاي، المفروض نغير ايه. ففكرة ان احنا نبقى اصلا open ان احنا نغير في حياتنا ومن نفسنا بالمنهج بتاع القرآن، دي حاجة أساسية، دي حاجة اللي المفروض تحصل أصلا. انا عايزه نخش في معنى ادق لكلمه التدبر، لان احنا كل شويه بنقول عايزين نتدبر القران، عايزين نتدبر القران. يعني ايه كلمه تدبر اصلا؟ كلمه تدبر ان انا اتمعن في الحاجه، ان انا اقعد افكر فيها بالراحه. عارفين انتوا ايه مثلا لما الواحد يبقى قاعد كده سرحان كده في عقل باله عمال يفكر في حاجه بدقه جدا؟ هو ده. بس انا التركيز ده يبقى في القران، ابقى مركزه، ابقى شايفه وعماله اقرا الايات وانا فاهمه. كانت لسه ساره بتقول الحديث اللي هو ان الصحابه ما كانوش بيعدوا 10 ايات غير وهم فاهمينه وبيعملوه. يعني هو تدبر وعمل. فنفس الصحابه دول سبحان الله كانوا قالوا كذا حاجه عن فكره التدبر. يعني هم اصلا كمان كانوا بيوصونا بالتدبر. كان علي رضي الله عنه بيقول: لا خير في عباده لا فقه فيها
ولا في قراءة لا تدبر فيها لا خير، يعني ولا حاجة، يعني انت بتقرأ مش بتتدبر ولا حاجة، ده مفيش خير أصلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أقرأ إذا زلزلت والقارعة أتدبرهما أحب إلي من أقرأ البقرة وآل عمران تهذيرا. شوفوا احنا بنقرأ أصلا يعني أنا مش بجمع ومش بعمم، بس احنا معظمنا بنيجي في رمضان أنا عايز أختم القرآن بسرعة في 30 يوم. يا كده كده احنا بنقرأ ودماغنا مش مرتبطة أصلا، محدش عارف يعني إيه الكلمة دي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد علم الأولين والآخرين فليتدبر القرآن. ربنا بيقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني ربنا تحسوا إن في كده شفقة، اللي هو يعني إيه القلوب اللي مقفولة دي، إيه القلوب اللي مش فاهمة أنا بقول إيه. يعني ربنا عايزنا نفهم، ربنا ورا كل آية. سبحان الله، ده إعجاز القرآن، مفيش مرة واحد هيفتح سورة قرأها 100 مرة غير، وكل مرة غير التانية. يعني مثلا سورة الكهف مفيش مرة حد هيقرأ سورة الكهف غير، وكل مرة مختلفة. يعني كتاب القرآن مش زي أي كتاب، مش زي مثلا أي كتاب قصة، في قصة انت خلاص انت حرقت الكتاب، عارف أحداثه وعارف آخره وعارف أوله، خلاص احنا الواحد حرق الكتاب فخلاص مش هيقرأه تاني غير مثلا كمان مرتين ثلاثة. بس القرآن لو كل يوم بنقرأ نفس السورة، كل مرة هي مختلفة كل مرة. وأنا بقول سورة الكهف لأن احنا بنرجع لسورة الكهف كل أسبوع، كل أسبوع احنا بنكتشف حاجة ما كناش مكتشفينها عن الأسبوع اللي فات وهكذا. فده بقى كل أسبوع. أما في بالكم بقى لو احنا بنقرأ كل يوم، الريفلكشنز بتاعت كل آية هتبقى مختلفة. هي مش لازم أحس بالأثر بتاع القرآن دلوقتي، بس كل يوم على مثلا مدار شهر، أول الشهر هيبقى غير آخر الشهر. انا بحس يعني عشان كده مهم قوي ان انا افضل متعلقه بالقران، يبقى عندي ورد يومي، ورد ان انا حاجه برجع لها كل شويه، حاجه برد عليها كل شويه، ان انا مش بكرف لها، مش بهجرها زي ما كنا بنقول. انا حاسه ان البوينت دي مهمه قوي قوي، علشان فاكرين كنت لسه بحكي لكم، كان في حد يعني في بودكاست بسمعه كان بيقول ان هو بيدي دروس عادي، دروس قرآن، وكان في حد بياخد نوتس، يعني بيكتب ورا اللي بيشرح يعني. وكان على مدار اليوم بيبقى في مثلا 3 مرات بيدوا نفس الآيات. فسبحان الله مثلا الدرس التاني في حد طلب من الشخص اللي بياخد نوتس ده النوتس بتاعته عشان يعني يمشي مع المعلم وهو بيشرح. المهم خد النوتس فعلا، والمعلم بيشرح هو مش يعني هو مش عارف هو فين، ومش لاقي الكلام اللي في النوتس هو بيقوله. فالمعلم قال له ما تحاولش، قال له اللي قبلك رزقهم من الآيات دي كانت الحاجات دي، وانتوا رزقكم من الآيات دي اللي انا بقوله ده، واللي جايين رزقه مختلف. فسبحان الله انا بحس القرآن ده فعلا رزق. يعني الحاجة الوحيدة اللي ممكن كل واحد فينا يسمع آية او يسمع سورة، وكل واحد فينا يوصل له حاجة مختلفة، ويوصل له رزق معين ربنا كاتبه له، او ممكن يبقى اصلا المعنى completely، يعني احنا نريليت لحاجة في حياتنا او في شخصيتنا، مش زي اللي جنبنا ولا اللي ورانا ولا اي حد. ففكرة ان القرآن ده رزق، وبرضه في حاجة مهمة قوي، ان الرزق الوحيد اللي احنا بايدينا نحدد احنا ممكن يوصل لنا منه قد ايه هو القرآن. يعني احنا اللي بنقدر نروح نقول انا النهارده هقرا كذا، انا النهارده هتدبر في كذا، انا النهارده هحفظ كذا كذا. كده كده دي حاجة ربنا بيمن علينا بيها. ولكن هو الرزق الوحيد اللي احنا بيبقى بإيدينا ان احنا نقرر احنا عايزين قد ايه يوصل لنا، وقد ايه نسعى عشان يبقى رزقنا في اليوم ده الكمية دي من القرآن. فكره اللي كانت ساره لسه بتقوله ان الرزق، يا جماعه فعلا هو القران رزق. فكره ان انا ممكن ابصم بالعشرة دلوقتي ان كل بيت فيه اكتر من 5 مصاحف، وكلنا احنا بنختار ان احنا ما نمسكش المصاحف دي. يعني وعلى فكره انا مش بنظر او بقول على حد ان انت كده وحش، عشان انا الكلام ده بيرجع لي انا برضه، لان انا في يوم من الايام انا كنت كده. انا المصحف بتاعي ده كان بيبقى كده في كورنر الكومودينو، محطوط كده ديكور، كل جمعه بس افتحه كده، كتر خيري جدا يعني. في اصلا آية، يعني الرسول كان بيشتكي لربنا من الكونسبت ده. اصلا كان الرسول بيقول، ف يعني ربنا بيقول:
إن الرسول اشتكى له يعني. ففي سورة الفرقان ربنا بيقول: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهو يعني الرسول كان بيشتكي يا رب إن يعني كفار قومي تركوا القرآن العظيم وهجروه، يعني هما مش بيسمعوه ولا بيتدبروه، مش بيؤمنوا بيه ولا بيعملوا بأحكامه. فاحنا مش عايزين نبقى زيهم. يعني فكرة ان احنا عندنا في كل بيت دلوقتي فعلا مصاحف، محدش بيفكر يفتح يقرأ على الأقل آية كل يوم، بس نفتح نقرأ آية، نفهم الآية عايزة دي ايه، الآية دي عايزة ايه، ونعمل بيها. يعني احنا مش عايزين نبقى زي كفار قريش، اصل احنا حرفيا ما فرقناش عنهم. لما انا ما بسمعش، ما بقرأش، ما بتدبرش، طب احنا فرقنا عنهم في بس ان احنا قلنا لا اله الا الله محمد رسول الله. بس غير كده، طب فين بقى؟ ما هو انا ما ينفعش اقوله ما عملش. القرآن عمل، لان القرآن اصلا انت هتعرف منين ان مثلا ان الصيام مثلا في شهر رمضان؟ ما انت هتعرف في القرآن. هتعرف منين مثلا قصة سيدنا فكرة الأضحية مثلا من قصة سيدنا إبراهيم مع سيدنا إسماعيل؟ فكل ده موجود في القرآن، كل الحاجات دي وكل الكونسبت وكل الأمثلة اللي يارا كانت بتتكلم عنها في الأول خالص. كانت بتقول إن ربنا ضرب أمثال كتير جدا للقرآن علشان ده اللي هيساعدنا، ده الجايد بتاعنا. فما فيش اي امتحان، اي ابتلاء حد هيتحط فيه غير والابتلاء بتاعه ليه حل في القرآن. عشان يا جماعة، هو مين اللي عامل الامتحان دي؟ ما هو ربنا اللي حاطط الامتحانات دي. حل الامتحان في الكتالوج اللي هو ربنا منزله، اللي هو القرآن. يا جماعة القرآن أهدي لنا علشان نهتدي بيه. فاحنا بنتعامل معاه ان هو يعني اللي هو عادي، يعني عندي القرآن في البيت، ايه المشكلة؟ لا، المشكلة المفروض انت تقرأه، المفروض ان احنا يعني نفهم فكرة. احنا عشان بس مش مكبرين قيمة القرآن في قلوبنا. هو الشيطان مبسوط بكده جدا. يعني ده هدف الشيطان أصلا، إن هو هعمل أي حاجة. يعني بص، صلي، اعمل كل حاجة، بس معلش ما تمسكش القرآن. عشان يا جماعة القرآن ده هو اللي حول الصحابة، هو اللي شقلب الصحابة، خلى سيدنا عمر سيدنا عمر، هو اللي خلى أبو سفيان أبو سفيان. يعني هو اللي غير الناس دي كلها إن هما يبقوا في الجنة دلوقتي. عايزين نبقى زيهم، ما نبقاش زي أبو جهل. مش عايزين نبقى جهلة. موضوع الهجر بالذات، إنه أنا باحس إن الجيل بتاعنا بالذات يعني مش أكتر حاجة إحنا حتى مهتمين إن إحنا نعرف إيه اللي في القرآن. أنا هاتكلم عن حاجة يعني أنا personal أو شخصية بالنسبة لي، بس أنا كان بالنسبة لي من أصعب الحاجات في الدنيا إن أنا حرفيًا أقرا قرآن أفتح المصحف. يعني أنا أفتح المصحف وأقرا اللي فيه، كنت مش مقتنعة بالموضوع، كنت بالنسبة لي تقيل جدًا على قلبي والشيطان كان مصعّبه أوي عليَّ. وبعد كده لمّا بعد أحداث أصلًا غزة والحاجات دي كلها، قُلت أنا عايزة أقرا زي ما أنا باقرا كُتب وباقرا مقالات وباقرا في مش عارفة كل المواضيع دي علشان أفهم القضية بطريقة سياسية. أنا عايزة أقرا القرآن عشان أفهم أكتر عن بني إسرائيل واليهود وكده وأشوف القرآن بيقول إيه عنهم. فأنا كنت عايزة أقراه كمرجع، يعني عايزة آخده من وجهة نظر سياسية وتاريخية بحت. فالفكرة إن ده كان حرفيًا لمّا قررت أقراه، ده كان يعني بطّلت أهجره. كان دي الحاجة اللي خلّتني ألاحظ قد إيه هو فعلًا يعني مُبهِر. يعني أنا فاكرة كنت باقول لا ده كتاب مش عادي. كنت مبهورة، كنت حاسة أصلًا وأنا باقرا سورة البقرة. يعني أنا عملت إيه، أنا بس قريت سورة البقرة وسورة آل عمران، حسيت ده كلام كبار، ده كلام يعني جَد جدًا. أنا حاسة إني باتكلم في السياسة وأنا باقرا السورتين دول. بجد كنت مبهورة جدًا بيهم، ولقيت بقى كل الإجابات لكل الأسئلة اللي كنت عمّالة أسألها. فين ربنا، فين رحمة ربنا، هو إزاي ده بيحصل، هو ليه الابتلاءات دي، هو ليه الكفار معاهم الفلوس دي والنعيم ده كله، هو في إيه، هو في إيه. كل الحاجات دي متجاوب عليها. كل مشكلة وكل سؤال وأي حاجة بتدور في بالنا هي مذكورة في القرآن. ليه ربنا ما يبعتلناش رسول دلوقتي تاني؟ ليه ما فيش معجزات بتحصل دلوقتي؟ طب ليه ما ينزلش عقوبة حالًا على الكفار؟ طب ليه في ناس كويسة بينزل عليهم natural disasters أو بيحصل لهم مثلًا مرض بينتشر أو في أي عقوبة بتنزل عليهم؟ يعني في أسئلة كتير، كل ده متجاوب في القرآن. وفي ساعات بنقرا حاجات في القرآن نقول إيه ده! ده السؤال ده ما كانش يخطر في بالي حتى. ده إزاي كل حاجة متجاوبة، يعني ده يخطر في بال حد تاني ملحد مثلًا. فكل حاجة متجاوبة في القرآن. فلمّا الشخص بياخد خطوة بس إن أنا طب أنا عايزة أعرف في إيه في القرآن، وياخد الخطوة بتاعة أنا عايزة أتدبّر القرآن، هالاقي إنه ربنا بيفتح له أبواب أكتر أصلًا ليها علاقة بده. أنا حاسة فعلًا اللي أنتِ بتقوليه ده
نقطة تحوّل، وباحس إن أي حد بيعدّي بفكرة إن هو خلاص خَد نيّة أو بدأ إن هو يتدبّر قرآن بيحصل له فعلًا نقطة تحوّل في حياته، علشان في العادي يعني إحنا وإحنا صغيّرين أو وإحنا بنكبر وفي يعني في مولويات كتير أوي في الدنيا بنبقى مشغولين عن القرآن، بس إحنا ما بنبقاش قاصدين إن إحنا أنا هاهجر القرآن، يعني هي ما بتبقاش نيّتنا كده، هو بس الفكرة في إن إحنا ما اتربيناش على كده أو يعني مش العادي إن إحنا لمّا نفتح المصحف نقعد نفهم هو الآيات دي بتقول إيه، هو العادي إن إحنا مثلًا محتاجة أحفظ السورة دي الأسبوع ده عشان أسمّعها الأسبوع اللي جاي. ف حاسة فكرة إن الواحد يستوعب أصلًا إن القرآن دي حاجة تتفهم وحاجة لمّا نقراها نفهم منها القصص ونفهم منها الأحكام نازلة إزاي وليه، ونفهم منها ليه الحاجات اللي في الدنيا بتحصل وكده، دي بتبقى نقطة تحوّل في التفكير أصلًا بتاعة البني آدم، وفعلًا، فعلًا دايمًا باقول كده إنه أي حد هيحاول مع القرآن أو هيبدأ أصلًا علاقته مع القرآن هو هيحبه، هو ما فيش حاجة اسمها أنا هابقى متضايق وأنا باقرا قرآن أو أنا باتدبّر قرآن، هو بجد هنبقى مستنيين إن إحنا لمّا نتدبّر السورة دي نتدبّر اللي بعدها، وأنا عايزة أعرف بقى سورة النجم بتقول إيه، باين سورة الإسراء وباين بنلِنكد بقى بالقصص اللي إحنا بنسمعها والسيرة، باين بنلِنكد بالإسراء والمعراج، هي حاجات interesting أوي أو حاجات بجد ممتعة فعلًا. لدرجة إن الواحد بيبقى عايز يسيب كل حاجة ويقعد يشوف القرآن بيقول إيه، فسبحان الله عمري ما كنت أتخيل مثلًا إن أنا زمان هابقى من الناس اللي هي فعلًا عايزة تقعد مع القرآن وتفهم وتسيب كل حاجة تانية، أنا بالنسبة لي أولوياتي كانت مختلفة جدًا، اللي هو يعني المدرسة بقى هانجح وهاخلّص وهادخل جامعة إيه، وبعدين دخلت الجامعة، المشاريع بقى ومش عارفة إيه، هل أنا هsurvive أصلًا الجامعة مش عارفة إيه، ما كانش في أصلًا فكرة إن أنا أدخّل القرآن في حياتي اليومية، وسبحان الله من ساعة ما بدأت في بركة ما فيش زيها، ما شُفتش زيها في حياتي. القرآن ده بيدخّل بركة في الحياة أو في اليوم بجد لا توصف، وحاجات أصلًا ما تخطرش على البال، يعني في تساهيل بتحصل سبحان الله بسبب إن أنا مثلًا مشغّلة قرآن وأنا رايحة حتّة في الطريق. يعني في موضوع البركة ده بالذات عشان كنت بابقى فاكرة الناس بتأفور أوي، لمّا يقعدوا يقولوا ده القرآن بقى غيّر حياتي، ده القرآن ده أنا لمّا فهمته مش عارفة بركة ورزق بيزيد، كنت حاسة ده بجد الموضوع ده مش logical يعني أنا مش عقلاني، أنا مش مصدقة، يعني أفورة بقى، بس هو ده حقيقي بجد، يعني ده حصل لي برضه، وفكرة إنه هو حرفيًا غيّر حياتي يعني يعني مش أفورة خالص، يعني أنا فاكرة إحنا ال3 اتعرّفنا بسبب إحنا كنا عايزين نبدأ نتدبّر قرآن. إحنا كنا أنا وسارة بدأنا درس تدبُّر قرآن، إحنا صحابنا يعني حاجة صغيّرة جدًا، وبعد كده سارة بدأت درس تاني مع ميرنا، وأنا دخلت معاهم، فعرفنا بعض online، فبقينا يعني إحنا ال3 اتجمّعنا أصلًا بسبب القرآن، يعني الواحد مش عارف القرآن ممكن يغيّره إزاي، يعني دي أصلًا ده مثال كل ده ما لوش علاقة حتى بالرزق وكده، يعني هو صحاب بس، الصُحبة الناس اللي ممكن تبقى يعني حواليك تشجّعك على حاجة معيّنة أو تبعدك عن حاجة معيّنة، ف القوة بتاعة القرآن إحنا بجد بنunderestimate جدًا أو بنشوفها إن هي دي حاجة قليلة جدًا أو حاجة ضعيفة جدًا، هو القرآن إيه لازمته؟ أو أنا هاتكلم عن نفسي يعني أنا كنت باحس كده، كنت باحس أصلًا ليه نحفظه أصلًا حتى؟ يعني ما أنا لو احتجت حاجة يعني هافتح أشوفها، بس لأ، لمّا الشخص يبقى عارف اللي في القرآن وقراه كتير وحفظه، بيبقى ماشي بيه. تخيلوا ممكن تبقى في حاجة في سورة الروم أنا ما سمعتهاش قبل كده، أبقى إزاي هاتسأل عليها وأنا مش عارفاها. والله أنا فعلًا اللي أنتِ بتقوليه ده بيفكّرني بقصة حلوة أوي عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، أنا لسه قارياها ما كنت قُلتها لكم. آمم لمّا كان في حد راح اشتكاه للرسول صلى الله عليه وسلم، قال له إن هو بيختم القرآن في ليلة، يعني راح يشتكيه علشان كان بيختم القرآن في ليلة، دي كانت شكوى، أنتم متخيلين؟ وهو الرسول صلى الله عليه وسلم كان قايل لهم يختموه في 7 فالرسول راح ناداه نادى عبد الله بن عمرو بن العاص وبعدين قال له: "هو أنا مش قُلت لكم ما تختموش إلا في 7" فهو قال له: "يا رسول الله إني أطيق ذلك." يعني أنا قادر على ده، يعني أنا باحب ده. وقادر عليه دلوقتي، فالرسول قال له بس قال له: "لأ، يعني أنا قُلت لكم 7 فهو 7 وكده." فهو قعد يعني يناقشه شوية ويقول له قال له حاجة حلوة أوي في رواية بيقول فيها "يا رسول الله دعني أستمتع بشبابي." سبحان الله هو صغير وحاسس إن هو عنده الطاقة وإن هو قادر يعمل حاجة زي دي، فهو بيحاول مع الرسول إن هو يسيبه يختمه في ليلة. ففي الآخر الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: "خلاص في 3." فهو أصلًا كان هيحاول لسه يجادله، فراح قال له: "خلاص في 3 اللي هو ده آخر كلام عندي." فسبحان الله هو كان شايف إن متعة شبابه
هو قرآن، وإحنا يعني في العادي بنحس إن القرآن دي حاجة بتشغلنا عن المتعة اللي إحنا بنستمتع بيها بقى، أيًا كانت مع صحابنا أو إحنا بنتفرج على حاجة. مع إن يعني لمّا نيجي نفكّر فيها، يعني سبحان الله لسه يارا بتقول إن إحنا اتعرّفنا بسبب القرآن وإن إحنا بنعمل يعني دروس وكده. والله أنا بابقى مستنية الدرس اللي بعده وأنا قاعدة في الدرس بتاع النهارده مثلًا. يعني سبحان الله بابقى فعلًا عايزة أسيب يعني أسيب كل حاجة في الدنيا بتحصل وأشوف أنا يعني هاخد إيه من القرآن النهارده. بابقى مستنية الساعة اللي أنا هاقعدها أشوف الورد بتاعي بيقول إيه، أو الفيديو اللي أنا هاتفرّج عليه بتاع التفسير. وسبحان الله باحس إن الموضوع مش صعب زي ما أنا كنت متخيلة. أنا كنت دايمًا متخيلة إن أنا هيبقى صعب أوي إن أنا أفهم القرآن ده، واللغة تقيلة أوي، والناس اللي بتدرس شريعة والناس اللي بتدرس القرآن وبتحفظ وكده دول ناس يعني أنا بعيدة أوي عنهم. بس هو في الحقيقة ربنا بييسّر الموضوع وبيفتح أبواب إحنا ما بنبقاش متخيلينها. وفعلًا، فعلًا في حوار الإنترنت والسوشيال ميديا وكده سهّل الموضوع بطريقة مش طبيعية. يعني أنا فعلًا ممكن أبقى شُفت فيديو تيك توك عرفت منّه حاجة قيّمة جدًا، ممكن الناس تبقى كانت بتسافر لها زمان عشان بس تعرف المعلومة دي. فهو دلوقتي المعلومات والتفاسير والتدبُّر كل ده موجود عادي على يوتيوب وعلى يعني في شيوخ كتير أوي بتطلع تتكلّم وتعمل دروس أونلاين لو حد مثلًا مش عارف يروح حتّة. فسبحان الله هو الموضوع بيبقى أسهل كل ما بندخل أكتر، علشان هي بتبقى من عند ربنا. هي سبحان الله أو أي حد بينوي بس إن هو يعمل حاجة إن هو يبني علاقة مع القرآن، هو ربنا بيفتح له فتح لا يُعقل يعني. هو الشخص بس بيبقى محتاج ياخد أول خطوة، وينوي من جوّاه طب لأ أنا عايزة بجد عايزة أعرف إيه اللي في القرآن. أنا وفكرة الشخص بيبقى مش عارف إيه اللي فايته. يعني هو بيبقى قاعد فاكر إن حياته تمام، بس هي ممكن تبقى أحسن بكتير، هي ممكن تبقى أحلى بجد. أنا كنت فاكرة زمان برضه تاني إن هو الشخص الماشي بالقرآن وكده هو بس عنده يعني قيود أكتر في حياته. هو ممكن يبقى أحسن منّي، متديّن أكتر وأقرب لربنا وماشي أنا محتاجة أشتغل على ده فيّا، بس كنت فاكرة هو بيبقى تعبان أكتر. بس هو دي مش حقيقة خالص. يعني هو بيبقى مبسوط أكتر، هو حاجات أقل ممكن تأذيه وتضايقه. فإحنا اللي لمّا نبقى هاجرين القرآن أو بُعاد أو مش بنحاول نفهمه، مش بنحاول نتدبّره وما لناش حال مع القرآن عامةً، إحنا اللي بنبقى بنتأذي من عارفين زي الجهل ده، اللي هو في حاجة إحنا بنجهلها. إحنا في حاجات في القرآن دلوقتي إحنا مش عارفينها وغافلين عنها أو مش عارفين إنها فايتانا يعني. في آية بالضبط حرفيًا نفس اللي أنتِ بتقوليه ده في سورة يوسف. سبحان الله الآية دي في أكتر سورة من يعني بجد هي من أحسن القصص. يعني سورة يوسف دي سورة ممتعة جدًا، من أولها لآخرها هو فيلم. سبحان الله برضه باحس إن ده إعجاز إزاي كل واحد شايف سيدنا يوسف قاعد مع باباه بيقول له: "يا أبتي إني رأيت 11 كوكبًا." يعني إحنا بنبقى كل واحد راسم الفيلم في دماغه وربنا بيعيّشك جوّه الفيلم. ففي آية بتقول: "نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين." يعني أو على فكرة هو ده يعني ربنا بيقول كده للرسول، اللي هو يا رسول أنت ما تعرفش أصلًا أنت إيه اللي فايتك. أنت من قبل القرآن ده أنت ما تعرفش أصحاب الكهف، ولا تعرف قصة سبأ، ولا تعرف سيدنا سليمان، ولا قصة سيدنا موسى مع شق البحر. البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يعني شوف البحور دي كلها لو جبنا أضعاف أضعاف أضعافها إحنا برضه مش هنعرف الحاجات اللي ربنا عارفها من كتر ما إحنا غافلين. فتخيل بقى ربنا already مدينا كتاب فيه حاجات أصلًا إحنا ما نعرفش عنها حاجة. فهو ربنا بيقول لنا تعالوا بقى أقول لكم الحاجات اللي أنتم كنتم غافلين عنها، بس مش كل حاجة. حاجات ربنا بيصطفينا من عباده إن هو يقول لنا عليها. إن إحنا يا جماعة إحنا كمسلمين ده كمية شرف. يعني إن أنا عندي في إيدي مصحف بجد. في حديث أنا مش فاكرة بجد صياغه، مش فاكرة مين قاله، بس يعني معنى الحديث اللي هو إيه، لو اليهود أو اللي هم المشركين أو الكفرة دول لو عرفوا إحنا معانا إيه كانوا قتلونا بالسيف علشان ياخدوا اللي معانا. اللي هو يعني سبحان الله بجد أنا الآية دي بتأثر فيا جدا جدا يعني. ف وفكرة برضو إن أنا لازم أسعى
يعني أنا بس حاسة إن إحنا رسمنا للناس كده fairy tale بقى والقرآن، وأنا عشان بس الواحد يعني يبقى مُقبِل على القرآن، إحنا بس نحاول نشوّقه علشان هو فعلًا القرآن حلو أوي، والواحد مش هيوصل للحال، يعني أنا مش ما وصلتش للحال ده في يوم بليلة، أنا ما فتحتش القرآن فقفلته الله إيه الحلاوة دي، ولقيت 10.000 جنيه تحت مخدتي، ولقيت الدنيا كلّها لونها بامبي لأ، بس يعني مرّة على مرّة على مرّة أنا فعلًا بقيت أستشعر، أنا بقيت باحس بوجود الملايكة معايا في الأوضة فعلًا، بقيت أحس إن أنا على طول ربنا حاميني، بقيت فعلًا باحس، بقيت أستشعر البركات دي والنعم دي حواليّا مع الوقت، مش من أول مرّة. في آية ربنا بيقول في سورة الزخرف بيقول: "فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم." ده بيقول كده لمين؟ بيقول للرسول، يعني بيقول كده للرسول صلى الله عليه وسلم، فيعني يا جماعة ده الصح، يعني إحنا المفروض نمسك فيه، إحنا ليه مش ماسكين فيه؟ إحنا ليه عايزين نعمل حاجات تانية؟ ليه عايزين نمسك الموبايل؟ الناس تقعد تقول أصل ما عنديش وقت، ما عنديش لأ إحنا عندنا أوقات مش وقت بس، الواحد لو بس قعد يحسب فتح على نفسه timer بيقعد قد إيه على فيسبوك والّا إنستجرام والّا تيك توك، لأ هو أنت عندك وقت كتير أوي، ومش بنقول اختم المصحف وأنت قاعد، نُص صفحة، ربع صفحة، يعني أي حاجة، بس افتح يعني يعني ناخد النية إن إحنا عايزين فعلًا نحاول، عايزين القرآن ده يبقى صاحبي، يا جماعة والله العظيم القرآن ده الصاحب الوحيد اللي مش هيقول لك أنا زهقت منك، أو معلش أنا ورايا شغل، أو مش هيرد عليك على الواتساب عشان ما عندوش شبكة، أو يا جماعة ما فيش أي حاجة بجد زي يارا مثلًا يارا على فكرة هُم الاتنين بجد هُم الاتنين سيئين أوي في الtexting يعني، القرآن بقى مش هييجي يعايرني، مش هييجي يقول لي أي حاجة بالعكس، هو ده الصاحب اللي عايزني أكلمه، ده الصاحب اللي عايزني كل شوية أبقى يبقى معايا. ماشي يا منى شكرًا. فكرة برضه أنتِ قُلتِ دلوقتي إن أنتِ بقيتِ تحسّي لمّا بدأت أصلّي أو لمّا بدأت أنتظم في الصلاة، وقبل كده برضه كنت دايمًا باقعد أقول هو أنا ليه لمّا باصلّي ما فيش الخشوع اللي الناس بتتكلّم عليه ده، أو ما فيش الconnection بقى، واللي هو إن أنا فعلًا حاسّة إن أنا فعلًا باصلّي لربنا ومش عارفة إيه. ما هو يا جماعة إحنا لو فكّرنا فيها العبادات كلّها، لو إحنا لينا علاقة مع القرآن، ولو إحنا عارفين الآيات اللي إحنا بنقراها في الصلاة مثلًا أو في الذكر لمّا بنعرف الذكر معناه إيه، هو كل حاجة بتصُب في حتّة إن إحنا نبقى فعلًا فاهمين، يعني نبقى فعلًا اللي إحنا بنقوله مثلًا اللي إحنا بنقراه في الصلاة، نبقى عارفين الآيات يعني لمّا أقول سورة الفاتحة مثلًا اللي هو الحمد لله رب العالمين، يعني إيه الحمد لله؟ يعني أنا دلوقتي باقول يعني إيه أصلًا الكلمة دي؟ رب العالمين، يعني إيه العالمين؟ يعني إيه الصراط المستقيم؟ إيه اللي أنا يعني إيه رب؟ يعني إيه إن أنا عايزة أروح إيه هي الصراط المستقيم، إيه هو؟ ومين هم الضالين؟ أنا عايزة أعرف أنا لمّا باجي أقرا وأنا باصلّي، القرآن اللي أنا باقراه ده أهم حاجة إن أنا أبقى فعلًا فاهماه علشان وقتها بقى زي ما ميرنا بتقول نستشعره. يعني عمري ما هابقى باقرا أي حاجة بلغة غريبة مثلًا حد ادّاني حاجة French وأنا خلاص حفظتها صم، أنا خلاص أنا عارفة أقول الجملة دي بالaccent الصح بكل حاجة، وأنا ما أعرفش الجملة معناها إيه، ومشيت أقولها في الشارع 60 مرّة، عمري ما هاحس أنا باقول إيه ولا يعني ما فيش فايدة من الموضوع إلا لمّا حد يقول لي الجملة اللي أنتِ بتقوليها دي معناها كذا، أنا وقتها بقى هابقى عارفة أنا باتكلم باقول إيه. ففكرة إن إحنا نبقى فاهمين القرآن بيسهّل علينا الصلاة، وبيخلّي الواحد أنا ساعات بابقى متحمسة جدًا أقوم أصلّي علشان أنا عارفة إن أنا هاقرا كذا وكذا في الصلاة دي، مثلًا حفظت حاجة جديدة يعني هاسمّعها مثلًا، أو ساعات بابقى مثلًا باصلّي في جماعة والاقي الإمام قرا آية وأنا اللي هو أنا كنت محتاجة أسمع الآية دي، أنا محتاجة الآية دي تتقال لي دلوقتي، وسبحان الله والله تصدقوا النهارده كنت باصلّي المغرب فعلًا في المسجد وأنا هو أول ركعة صلّى سورة الليل، فأنا قُلت يا سلام بقى لو يصلّي سورة الضحى، لقيته بيقول والضحى، أنا كنت هانهار. أنا كنت هانهار والله كأن ربنا سمعني، سبحان الله هو فعلًا ربنا سمعني، بس أنا حسيت إن دي حاجة لو أنا مثلًا ما كانش ليّا علاقة كنت عمري ما كنت هافكّر عمري ما كنت هاهتم هو هيقرا إيه في الركعة التانية، المهم إن أنا صلّيت وخلاص، فاهمين قصدي؟ هو أنا كمان عايزة أقول إن هو عادي إن يبقى في كلمات إحنا مش فاهمينها في القرآن نفسه، يعني ده طبيعي بالذات في الجيل بتاعنا دلوقتي، بس هي المشكلة إن إحنا ما نحاولش نعرف معاني الكلمات، وإن إحنا نعرف معاني الكلمات هي سهلة جدًا، وهتخلّينا وإحنا بنصلّي زي ما بتقولي نبقى فاهمين إحنا بنقول إيه، ولو حد سمع شيخ بيفسّر الحاجات دي هيلاقي إيه ده الآية دي مش عادية، فما فيش مشكلة إن الشخص يبقى يعني
مش فاهم الكلمات، بس يسعى إن هو يحاول يفهمها. أعتقد معظمنا يعني مش فاهمين كلمات كتير، ده طبيعي، بس إحنا بنحاول نعرفها بقى. في حديث بجد حلو قوي، يعني اي حد حاسه ان اصلا الحديث ده بجد عسول قوي يعني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وهو ماهر فيه فهو مع السفرة الكرام البررة. تمام. ومن قرأه وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. يعني اللي هو مش يعني انت مش عارف تقرأ وعمال فأسقيناكم دي بتنطقها غلط، وأي كلمة قدامك بتنطقها غلط، انت بتاخد أجرين. عشان أولا انت فتحت القرآن، هو ده لوحده أصلا أجر، يعني ده أصلا فضل. ربنا من عليك ان انت تفتح القرآن، ده فضل. تاني حاجة ان انت بتحاول تقرأ، حتى لان يعني ساعات كتير قوي، وانا حاسة ان احنا كلنا كبشر كده، عشان كده ربنا بيقول فله اجران، يعني الرسول كان بيقول فله اجران. فليه بقى؟ علشان الواحد لما بيتتعتع كده بيحس ان هو زهق خلاص. انا بحاول ليه؟ انا اصلا مش عارف. بس لا، انت بتحاول عشان انت عارف اجره عامل ازاي، انت بتحاول عشان عايز تبقى قريب قوي لربنا. يا جماعه، انتوا عارفين احنا هنسمع لربنا القران اللي احنا بنحفظه ده في يوم القيامه، وده واصلا بيزد اون اخر ايه احنا هنقفها، فدي منزلتنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القران اقرا وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. يا جماعة، احنا هنسمع لربنا في الدنيا، فاحفظوا يعني. اقروا واحفظوا وافهموا، حتى لو ايا كان، حتى لو ما عرفتوش تحفظوا، كفايه بس ان انتوا بتفتحوا. على فكرة دي حاجة مهمة قوي قوي. فكرة ان احنا نحاول، علشان ساعات كتير قوي بيبقى الاكسكيوز بتاعنا هو او العذر بتاعنا هو ان احنا ما كناش نعرف، او اللي هو يعني ما حدش قال لنا، او طب احنا يعني ما وصلناش مثلا حاجة معينة، او ما كناش بندور على حاجة معينة. قول حاجة عن البوينت، كمل على اللي انا قلته ولا؟ بس هو الحقيقة ان احنا هنتحاسب على عدم المعرفة دي. يعني احنا ربنا هيحاسبنا، يعني احنا لما نيجي نتحاسب وربنا يقول لنا ليه مثلا ما عملتوش كذا حاجة موجودة في القرآن، واحنا نقول له ما كناش نعرف، ما قريناش القرآن. طب ليه ما قريتش القرآن؟ كنت بتعمل ايه؟ يعني احنا موجودين اصلا علشان نعمل ده، فانت كنت بتعمل ايه انستد يعني؟ ففكرة ان احنا دايما بنحاول ان احنا ما نعرفش عشان ما نتحاسبش، دي مش حقيقة. هو في الحقيقة احنا هنتحاسب على عدم المعرفة. والفكرة مش ان احنا نعرف كل حاجة، هي الفكرة بس ان احنا نبقى طول ما احنا عايشين بنسعى ان احنا نعرف. وسبحان الله، هو فعلا فعلا زي ما بقول لكم، هي بتبقى حاجة من عند ربنا. عمر ما حد هيبقى بيعرف وبيلاقي حاجات وبيفهم بمقدرته. هو فعلا ربنا هو اللي بيفتح الواحد وفي العلم بتاعه، وكل ما بنسعى اكتر كل ما بنقرب اكتر كل ما ربنا بيقربنا اكتر. بالضبط زي ما كنتِ بتقولي، هو طَب إحنا كنا بنعمل إيه في الدنيا؟ الفكرة إنه علشان زي ما كنا بنقول في الأول، الشيطان مش عايزنا خالص نتأثّر بالقرآن، فبيملانا وقتنا وقلبنا ومشاعرنا بحاجات تانية. الحاجات التانية دي مش بتفيدنا، بس هي بقى كأنها بتلهينا، كأنها بتشتتنا. ف فمن الحاجات دي مثلًا الأفلام، المسلسلات، الغيبة. عارفين فكرة الgossip إن إحنا نقعد نتكلم والحاجات دي، والcelebrity gossip والcelebrity drama إن إحنا نقعد نشوف الحاجات دي. فكرة الأغاني، أي حاجة ممكن تبقى بتلهينا. كلام، هو برضه كلام وحاجات غير كلام ربنا، فالكلام ده أكنه بيحارب الكلام ده عشان ما يخشش في قلبنا. من أكتر الآيات اللي بتأثّر فيّا في سورة فُصِّلت: وقال الذين كفروا، الكفار قالوا ده: لا تسمعوا لهذا القرآن. هم عارفين تأثير القرآن إزاي على قلوبنا، فبينصحوا بعض: اوعى تسمع قرآن لحسن يأثّر فيك، لحسن ما تفضلش على الدين ده. والغوا فيه لعلكم تغلبون. يعني والغوا فيه دي يعني قولوا حاجات تانية، لغو تاني يشتت عليه، علشان ممكن تغلبوا كده انتوا القرآن. طريقة تعبانة جدًا يعني للمنافسة بجد. بس أنتم متخيلين إن في ناس دلوقتي، نفس الناس دي في منها في مجتمعنا دلوقتي، ناس بتحط فلوس واستثمارات علشان ينتجوا أفلام ويعملوا أغاني وproduction وlyrics وكل حاجة بتتضبط، علشان إحنا في الآخر الحاجات دي هي اللي تجذبنا، ما نقراش قرآن ونهجره. وزي بقى كانت منة بتقول: هو ما عنديش وقت، أنا مش لاقي، أنا مش عارفة إيه. طب ما هو أنت سايق، ممكن بدل ما نشغّل يعني. أنا من أكتر الحاجات اللي أثّرت فيّا وسهّلت عليّا الحفظ، حتى إن أنا طول ما أنا سايقة مشغّلة القرآن.
فخلّتني حتى أبقى باستمتع بيه، يعني طلّعت الأغاني من مُخّي خلاص، يعني مستحيل أعرف أسمع أغنية تاني، يعني بقيت شايفة فرق المستوى، بقيت والله بجد، بقيت شايفة الأغاني ممكن تأثّر فيّا إزاي على قلبي، والقرآن ممكن يأثّر فيّا إزاي. أكتر حاجة كانت بتأثّر فيّا أنا عارفين فكرة إنه كلام الناس وكل حاجة بنسمعها بتأثّر فينا صح؟ ممكن تغيّر رأيي في حاجة، ممكن تخلّيني أتضايق، أتبسط، مشاعر تتحكّم فيها. معلش يعني ليه أخلّي أفكار الرابر اللي ما أعرفش مين هو اللي يتحكّم فيّا؟ يعني ليه يعني أفعالي تبقى تحت سيطرته هو، ما هو مين ده؟ هو عايز فلوس طيب فبيسترزق من الأغاني، طب أنا يتحكّم فيّا ليه؟ يعني زودوا كمان على ده، انتوا لو رحتوا عملتوا ريسيرش اصلا على كميه المغنيين اصلا او الناس اللي كانت شغاله في الميوزيكال اندستري، كلهم عارفين 100% ان الاغاني دي ليها تاثير، ليها تاثير جامد قوي. يعني هي يعني بتخلي الناس عادي ممكن تعبد المغني ده. يعني اللي هو موضوع كبير جدا مش صغير خالص موضوع الاغاني ده. اصلا في حديث زياده على كلام يارا، فكره الذنوب باي شكل من الاشكال بقى ايا كانت هي ايه. في حديث عن أبو هريرة بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه. يعني القلب ده بقى عليه كل ذنب بنقطة سوداء. تمام. فإن تاب ونزع، يعني اللي هو خلاص بطل يعمل الذنب ده، واستغفر صقل منها، اللي هو يعني خلاص النقطة السوداء دي هتتشال يبقى مكانها نقطة بيضاء، حاجة كويسة. وإن زادت حتى يغلف بها قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. دي في سورة المطففين. قال الحسن البصري هو الذنب على ذنب حتى يعمى القلب فيموت. ففكرة الناس اللي بتيجي تقول أصل أنا بسمع القرآن ومش بتأثر بيه، أيوة ما عشان تشوف أنت إيه اللي مالي قلبك، إيه اللي مالي عقلك. فالفكرة إن إحنا أنت شاغل قلبك بإيه وعقلك بإيه، عشان كده إحنا مش عارفين نتأثر بالقرآن. كل واحد أدرى بنفسه، كل واحد هو عارف إيه اللي بيجيب قلبه. حاول تستبدل الحاجات دي بالقرآن. هو أصلا مفيش مقارنة، بس فعلا القرآن لما مفيش حاجة ينفع تزاحمه، هو القرآن بس مفيش حاجة. أصلا أنا هسمع مثلا سورة واحدة و10 أغاني، لا ما تسمعش أغاني أصلا، هو ما ينفعش ده جنب ده. فنحاول إن احنا نجتهد في الحتة دي. أنا عارفة إن حتّة الأغاني دي يعني ناس كتير بيحسّوا إنها صعبة، علشان الشخص القلب بيبقى متعلّق بيها بجد. يعني إحنا ممكن عادي، أنا ممكن كنت دايمًا أسمع حد يقول لي دي هي غلط، دي هي حرام، مش عارفة إيه، بجد ما كنتش باصدّق. يعني كان بالنسبة لي دي أفورة مبدئيًا، إيه الحرام يعني اللي فيها؟ مش هابُص على الدليل، ما حدش يقول لي حديث ولا يقول لي عادي أنا مش مقتنعة. وكمان لو حد يقول لي بطّلها هو الموضوع مستحيل، مع إن أنا كمان ما كنتش من الناس اللي بتحب الأغاني أوي على فكرة. بس كان بالنسبة لي أنا يعني ليه أبطّلها؟ أنا ممكن أعمل الاتنين. الفكرة إن القرآن زي ما قُلنا هو كلام ربنا، والأغاني والحاجات التانية دي كلّها إنتاج بشر، هم معظم الوقت بيبقوا في صف للأسف الشيطان، حتى لو هُم مش واعيين بده، بس الشيطان بيستغلّهم من الآخر عشان ينشر أفكار معيّنة. في أصلًا آية اللي هي ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. يعني في ناس بلهو الحديث، اللهو الحديث اللي هو أي كلام ممكن يتقال يبقى كده بيلهي الناس عن بقى الهدف الأساسي بتاعنا في الدنيا. فربنا بيقول في الآخر أولئك لهم عذاب مهين، طبعًا ويتخذوه هزوا أولئك لهم عذاب مهين. الناس دي ساعدت الشيطان يعني وهي عشان بس هي عايزة تعمل فلوس مثلًا، عايزة تتشهر مثلًا. فإحنا في الآخر المشكلة إحنا بنبُص لهم كrole models ونبدأ بقى نقدّسهم ونبدأ نشوفهم دول جامدين، دول حلو، ده إزاي قال الكلمتين دول على نفس الوزن يا نهار أبيض! ففي الآخر لأ هو ما عملش حاجة كبيرة. طيب إحنا دلوقتي اتكلمنا عايزين نحاول نwrap up شوية. إحنا اتكلمنا ليه القرآن أصلًا ليه هو هدى، هو يعني إيه إن هو فيه إجابات لكل حاجة. اتكلمنا على فكرة هو ممكن يأثّر إزاي في قلوبنا، أهمية التدبُّر، أهمية إن إحنا نبقى فاهمينه. أنا عايزة أقول حاجة اللي هي يعني نتكلم أكتر على أصلًا القرآن نزل للرسول غير إن هو كهداية وإن هو يهدينا، إن هو أصلًا يثبّته. إحنا بجد بنغفل جدًا عن المعنى ده. إنه ممكن حاجات تحصل في الدنيا وشخص يعدّي بابتلاء، حد يعدّي باختبار صعب جدًا، حد يعدّي بموقف صعب عامةً، بس هو خلاص هو هيعمل إيه؟ القرآن بقى بييجي في الوقت ده بيبقى تثبيت. في كذا آية في القرآن عن ده، ولولا أن ثبّتناك لقد كدت تركن إليهم شيئًا قليلًا.
يعني ساعات ممكن أنا مثلًا حواليّا ناس كتير مش كويسة، ماشي، ما فيش حاجة أعملها غير إن أنا خلاص أنا مش هابقى أحاول ما أتأثّرش بيهم. القرآن ممكن يخش في حتّة زي دي، إن هو دايمًا يبقى تذكرة ليّا، كل شوية يفكّرني ويرجّعني للطريق الصح، بحيث أنا ما ابعدش عن الصراط المستقيم. فهو بيبقى تثبيت، ربنا بيقول لولا ثبتناك لثبتناك بإيه؟ ما هو ربنا بيثبت بإيه؟ بالوحي، عمّال ينزل كل شوية ده. فزي ما الوحي نزل على الرسول في مدار حياته، المفروض الشخص في مدار حياته كلّها يبقى بيرجع للوحي ده كمرجع ليه. وفي برضه آية تانية في سورة هود باحبها جدًا، وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل. إحنا عمّالين نحكي لك أنباء الرسل والقصص دي ليه أصلًا بقى؟ ما نثبِّت به فؤادك، يعني اللي إحنا عايزين نثبِّت فؤادك عشان تستحمل يعني صعوبات الدنيا، أنت تستحمل الحاجات دي كلها لوحدك إزاي؟ وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. يعني من أصلًا دي معجزة. أنتم متخيلين إن القرآن فيه حل لكل المشاكل، وبيثبِّت فؤادنا عشان ما نقعش في الغلط، وكمان هو الحق، يعني هو ما فيهوش أي باطل، ما فيهوش أي غلطة، وما فيهوش أي كدب مثلًا، لأ والعياذ بالله. وموعظة، وبينصحنا عشان نبقى إحنا healthy، صحتنا كويسة، نعيش أحسن حياة، وذكرى يفكرنا دايمًا بهدف الدنيا. كتاب متكامل ما ينفعش يتعمل منه تاني، وده جزء من إعجازه أصلًا. بالضبط اللي أنتِ بتقوليه ده، هو كمان بيثبّت الرسول علشان الرسول يعرف يهدينا. في آية في أول سورة إبراهيم، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك يا محمد لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يعني فكرة إن الرسول يبقى الآيات دي بتنزل عليه علشان ربنا يثبته بيها، علشان أصلا ده النور اللي هو ربنا لما يثبت الرسول هيعرف يهدينا للصراط العزيز الحميد. أنا حاسة الكلام ده كله بجد أثّر فيّا شخصيًا أصلًا وأنا قاعدة باسمع. آمم، حاسة إن إحنا ممكن فعلًا نwrap up زي ما أنتِ بتقولي بفكرة إن إحنا بس نغيّر فكرتنا عن القرآن نفسه. ونفهم إن في depth كده الموضوع، يعني في حاجة إحنا مش واخدين بالنا منها، محتاجين بقى نبدأ ندوّر عليها، اللي هو إن أنا الكتاب ده فعلًا ليه معنى، فعلًا ليه حكاية. زي ما كنت أنا وميرنا بنتكلم من شوية، ده الreverts والأجانب بيشوفوه. إن هم أول ما بييجوا يقروا القرآن عشان بيقروه بقلب مفتوح كده، وبيقروه باللغة اللي هم فاهمينها، فبييجوا يقروه بيخبطهم ويدخلوا الإسلام على طول ويعيطوا ويقول لك سورة الفاتحة دي أحلى سورة في الدنيا. يعني إحنا بنقراها ومش بنحس بحاجة. ففين الفرق ده؟ إحنا محتاجين نحط الeffort زي ما بتقولي في إن إحنا نفهم يا جماعة القرآن روح، انتوا عارفين ربنا وصفه اصلا كده روح. فالريفرز دول فعلا كانوا بيحسوا ان روحهم رجعت، عشان اللايف ستايل بتاعهم كان كل اللي احنا قلناه قبل كده. بكل الذنوب بقى، هم كمان مش زينا، دول بيعملوا الكبائر دول on the daily basis، يعني دي بالنسبه لهم الكبائر دي حاجه عاديه جدا. فهم اول ما بيخلصوا، في ناس كتير قوي بتقرا سوره الفاتحه تمام، بيخشوا بقى هم اصلا في ناس بتدخل اللي هو ايه، انا عايز الاقي غلطه، انا عايز اعرف القران ده بقى فيه ايه. فساعتها بقى سورة البقرة بتيجي، في ناس كتير بتقعد تقول يا ترى هي ليه سورة البقرة في الأول يا جماعة؟ عشان كده في ناس كتير بتقعد تقول أول ما بيقرأوا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هما ساعتها بيجذبهم اللي هو ايه ده، مفيش غلطة، طب لا أنا هطلع غلطة. هما أصلا ما بيلحقوش يخلصوا القرآن كله، هما بيكونوا اوريدي أسلموا يعني من بعد سورة البقرة على طول. فربنا بيوصف القرآن بالروح، إن ده المفروض دي حاجة بتحيي القلب الميت. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. دي في سورة الشورى. سبحان الله، أنا باحس كله فعلًا بيبقى أول خطوة من عندنا، يعني إحنا دايمًا إحنا اللي بنبدأ. وفكرة إن الواحد ينوي إن هو يبدأ، عارفين دايمًا الناس بتقعد تقول خليكم open minded، خليكم open minded بس في الناحية التانية بقى اللي هو خليكم لمّا تيجوا تفتحوا القرآن وتقروا اللي فيه، فعلًا فتحوا دماغكم، وفعلًا خليكم كأنكم مثلًا داخلين تدوّروا على حاجة أنتم ما تعرفوش عنها أي حاجة، بس أنتم عايزين تعرفوا بقى. وخلّي المعرفة دي ما تبقاش معرفة مشروطة، ما تخلّوش علاقتكم بالقرآن تبقى مشروطة، اللي هو أنا لو دخلت لقيت اللي على هوايا ماشي، لو ما لقيتش على هوايا لأ خلاص، لأ. هو إحنا محتاجين نبقى داخلين عندنا حاجتين مهمين جدًا. أول حاجة استعدادنا إن إحنا نتخلّى عن شوية حاجات إحنا بنعملها غلط في الدنيا، ممكن تبقى الأغاني بقى أو ذنوب إحنا بنعملها. إحنا محتاجين بس نتخلّي بس عن حاجات إحنا بنnormalize شوية، اللي هو إحنا بالنسبة لنا هي حاجة عادية بس هي ممكن تبقى حرام. تاني حاجة إن إحنا
نتلقى الجديد بقى، نتلقى الحاجات اللي احنا محتاجين نعملها. يعني مثلا انا لو مش محجبه محتاجه لما اقرا مثلا سوره بتتكلم عن الحجاب ابقى مستعده ان انا اتلقى حكم زي ده واعمله. يعني ابقى بس فاتحه دماغي فاتحه قلبي ان انا القران ده فعلا يغيرني. مش شرط ان انا وحشه وانا بشعه وكده، لا، هو ممكن التغير ده يبقى تغير كبير قوي، او ممكن التغير ده يبقى قليل قوي. يعني الناس اللي بتسلم دي والريبيتس والناس دي هم حرفيا شقلبوا حياتهم. هم مش بس تخلوا وتلقوا، هم غيروا حياتهم 180 درجة. احنا لما بنقرا قصص او لما بتفرج على حد وبيتكلم عن الاسلام لسه مسلم جديد ويعيني، بجد بجد بحس ان احنا في نعمة كبيرة قوي ان احنا مولودين مسلمين، علشان هو بيحس ان هو ضيع مثلا 25 سنة من حياته ما يعرفش، واحنا سبحان الله المعرفة دي بإيدينا ومش بنحاول نسعى لها. فهي حاجة أصلا يعني الواحد بيحس بحسرة كده على الوقت اللي ضاع. فبلاش نضيع وقت كمان بقى يعني. فأهم حاجة إن احنا ندخل بأوبن مايند كده وقلبنا يبقى منشرح للقرآن، إن احنا مستعدين للي احنا هنقابله. وإن احنا بس ناخد ستيب 1، يعني اللي هو أنا خلاص أنا هقفل الحلقة دي، وستيب 1 أنا هروح مثلا أشوف يعني تفسير لسورة الفاتحة. أقل حاجة اللي هو أنا بقرا سورة الفاتحة 17 مرة في اليوم، على الأقل لما أجي أصلي أبقى مستشعرة فعلا وأنا بقرا سورة الفاتحة أنا بقرا إيه. ومن هنا بقى هتلاقوا سبحان الله بجد ربنا بيفتح فتح رهيب. و... والقرآن بيجمعنا زي ما احنا قلنا، بيجمع الناس الصالحة مع بعض وبيعمل صحبة. ومش شرط تبقى على فكرة الإفكت يبقى على طول يعني فجأة كل حاجة هتظبط، لا، هو الموضوع محتاج صبر، والموضوع محتاج ثقة أو يقين إن ربنا فعلا هيدبرها. وربنا هو اللي هيعلمنا. احنا ساعات بنحس ان احنا يعني بعاد قوي عن ان احنا نفهم، او ان احنا يعني نتدبر، او ان احنا القرآن ده يأثر فينا. بس هو مفيش حد بعيد خالص، وحتى لو احنا بعاد هو احنا وانس ان احنا بس بدأنا نقرب، هو يعني الباقي على ربنا. فالنية مهمة قوي، ان احنا ننوي بقى ان احنا نعمل الخطوات دي. أم، وبس. تشجيع بقى زيادة عشان اللي هيقرأ قرآن يعني يبقى عارف هو هيكسب ايه. مش لازم تبقى فعلا مستشعر كل الحاجات الجميلة اللي سارة قالتها دلوقتي. بس حاجة حلوة قوي، يعني استشعروا بس انتوا بتاخدوا أجر قد ايه وانتوا بتقرأوا قرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ده أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فيعني استشعروا الأجر ده، استشعروا اللي هو أنا كل حرف بقرأه أنا باخد عليه حسنات، يعني لا تعد ولا تحصى بجد. احنا كده نعتبر خلصنا. احنا اول حلقة خالص اتكلمنا عن الغفلة وليه مهم نطلع منها، وبعد كده اتكلمنا عن احنا اصلا ليه عايزين نطلع منها. عايزين نطلع منها عشان عايزين ندخل الجنة. فالمرة دي قلنا طب ندخل الجنة ازاي؟ من خلال ان احنا نبدأ نكتشف الطريق، وده من خلال ان احنا نعرف القرآن. فايه اللي هيحصل لما الشخص يجي يبدأ يحاول يفهم في القرآن ويقرأ اكتر ويدور؟ هيلاقي فيه حاجات بتقف في طريقه، في فتن، في ابتلاءات، في عقبات هيمر بيها. ان شاء الله دي تبقى اللي هنتكلم عليه الحلقة الجاية، ايه الفتن وايه الابتلاءات، يعني ايه اصلا. ف وبعد كده الحلقات الباقية برضو كلهم ليهم علاقة بالسيكونس ده. بس فنصيحتي اللي هقولها لأي حد عايز كده يبدأ، هو جمع شوية من صحابك واتكلم في الموضوع، اتكلموا مع بعض في المواضيع دي، وحاولوا تبدأوا درس. يعني ابدأوا الدرس بتاعكم. لو مش لاقي حد تحفظ معاه او تتدبر معاه، ابداوا انتوا درس تدبر. يعني ايه عايزه افهم القران؟ كل مره حد يتفرج على فيديو لشيخ بيتدبر سوره معينه ونتناقش فيها مع بعض. عادي، في ناس كتير قوي بتعمل ده، كل الناس اصلا بتعمل ده. فكل واحد يبدا الدرس بتاعه مع صحابه ويجيب صحابه ويعمل ده مهم جدا. ولو انت لوحدك ابدأ، يعني ما تستناش حد، والله ما تستناش حد، علشان يعني يوم القيامة كلنا نبقى لوحدنا، محدش هيبقى معاه غير قرآنه صاحبه. ده صاحبك اللي يبقى معاك في القبر قبل يوم القيامة. ويعني يبقى عندنا برضو صدر رحب لفكرة ان انا اسمع قرآن، مش اقرأ بس. السماع بيفرق قوي 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 قوي، يعني لان معظم الصحابة اصلا كلهم محدش قرأ قرآن، هم كلهم سمعوه. ففكرة ان انا اسمع دي حاجة مهمة قوي. ممكن اسجست ليكوا قارئ. انا بصراحة انا القارئ ده من اول آية وانا الدموع بتنزل من عيني، وانا عادة مش شخص بيتأثر بسرعة، بس ده تأثير القرآن سبحان الله. في قارئ اسمه السيد متولي، عمل يعني انا اكتر سورتين بيأثروا فيا سورة يوسف وسورة مريم. بيقرأهم بطريقة حلوة جدا 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 وممتعة قوي يعني.
فزي ما كل اللي احنا قلناه ده، يعني حاولوا بقى ان انتوا تشوفوا ايه اللي هيجيب قلبكم. وبجد برضو I suggest بالليل، لان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلة. فدايما بالليل القرآن هيأثر، علشان انت طول النهار في شغل، في جامعة، في مدرسة، ايا كان، بالليل انت لوحدك. وكمان يا سلام لو ربنا بيتنزل في الثلث الأخير من الليل. تخيل ربنا نازل بيشوفك وانت بتقرأ قرآن وبتحاول. دي لوحدها دي لوحدها كفاية يعني. فيعني يا رب تكونوا استفدتوا، والكلام ده بيبقى بيرفلكت لينا برضو قبل ما يرفلكت ليكوا. رب كلنا نكون استفدنا يعني إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.